سناني مورمين وعم يوجعوني كتير، بس فرحان ومبسوط ومتحمس قد ما بقولكن. ما تستغربوا من الخلطة، حقولكن ليش. حجزت بحجة اسناني 15 يوم على لبنان. هون الحكيم اذا تروح تساوي اسنانك بكندا بده ياخذ الكلوة ليظبط لك اسنانك. قلت لها لمرتي انا رايح 15 يوم على لبنان مشان يساوي اسناني، وهي المرة الوحيدة يمكن اللي بتسافر فيك عزابة فري. إلك من قبل كورونا نفس الروتين، شغل وبيت، وشك بوشها، ومش لشي بس دليل صح تغير، وقل عبالي غير وانبسط بهالمشوار. وحجزت وزبطت اموري. امبارح بيجي على البيت بتقلي عملت لك مفاجأة، وانا بعرف مفاجآتها. اخر وحدة فاجأتني فيها 3 ايام بالتخت. قالت لي حجزت معك على نفس الرحلة بالروحة وبالرجعة. قلت لها لوين؟ قال حجزت معك على رحلة لبنان. مش لحالي، انا واخواتي حنروح معك. يا فرحة ما تمت، شوفوا الفرحة اللي أنا فيها. ولك اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. 2 حيروحوا معي ومرتي 3 صاروا. شو بدك تحكي؟ بعلمك انت رايح سياحة ومبسوط ومشرع، شو بدك تعمل؟ الله خدنا وجيبنا ووصلنا وطلعنا، بدل ما تكون رايح سياحة حتعمل مرشد سياحي. ولك 100 وجع اسنان، 100 وجع اسنان، ولا السفر مع النسوان.